السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده جاي اكلمكم عن اكوادو. ايه هي اكوادو؟ اكوادو هو الريليس السابع بتاعي في الماجيك بعد طبعا ابن لوك، فيزيبل، لوكيت مي، انيمو، بانيك شافل، فيت، ويجي بعدهم اكوادو. اكوادو انا بدأت شغل عليها من حوالي سنة ونص لحد ما جيت في الاخر بعد سنة من بداية الشغل عليها طلعت بريليس اسمه اكوادو، واحنا دلوقتي عدى على اكوادو بتاع مثلا 6 شهور او حاجه، وهي دلوقتي موجوده على بينجوين ماجيك، مينتاليزم سنتر، ميرفس ماجيك، ومؤسسات تانية كتير. اكوادو دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن انك بتاخد كوتشينه من اي شخص، مش شرط الكوتشينه بتاعتك تلخبطها او تخلي اللي قدامك يلخبطها، ولو انت عندك شخصين بتطلب من الشخص الاول ياخد اي عدد كروت هو عايزه، ونفترض مثلا 24 كارت، حط ال 24 كارت هنا، والشخص التاني من باقي الكروت بيطلع اي كارت هو عايزه، ولنفترض الكارت ده وما بيشوفوش. كل اللي بنعمله بنخلي الشخص الاول اللي اخد 24 كارت يلخبط الكروت التاني اللي معاه دول، ويطلع اي كارت هو حبه، ونفترض مثلا 5 سبيد، وهي عشان يصعبها اكتر بيفنط الكروت كارت كارت لحد ما طبعا الكروت بتخلص، ونفترض انهم خلصوا تفنيط. احنا بنشوف الشخص التاني يختار كارت ايه، هنلاقيه 4. فمعنى كده ان احنا لو عدينا 4 من هنا من ال 24 كارت، يعني 1 2 3، الرابع هيبقى المفروض هو الكارت اللي اختاره اللي هو 5 سبيد. دي اول حركه تقدر تعملها باكوادو. تاني حركه هي انك بتخلي الشخص يقسم الكروت من اي مكان، ونفترض الشويه دول ياخدهم يلخبطهم، ويحفظ برضو اي كارت، ونفترض 3 دايموندز، بعد كده يفنط الكروت كارت كارت علشان تبقى اصعب. وبعد ما يخلص انت بتاخد منه الكروت، تبص في عينه كويس، تبدأ تمشي على الكروت كارت كارت، وهو المفروض ما يديش اي رياكشنز، بس انت برضو بتعرف من نظرتك ليه ايه الكارت اللي هو اختاره، و100% كل مرة تقدر تعملها صح. والأحسن من كده كمان ان الإفكت التانية دي تقدر تعملها وانت مغمي عينك. لما بتشتري اكوادو بيجيلك فيديو شرح مدته 30 دقيقة، وبي دي اف حوالي 14 صفحة في تلخيص او شرح مفصل للخدعة، وازاي تعملها في سيتويشنز مختلفة، وتعملها لشخص او 2 أو 3، وازاي تدمجها مع البرفورمانس بتاعتك ومع السيناريو اللي انت هتأدي بيه. عندك اي استفسار كلمنا على انستجرام او اكتب كومنت تحت الفيديو وانا ان شاء الله هرد عليك. ولو انت حابب تبقى محترف في المجال ده وتتعلم بجدية واحترافية في المجال، ابعت لي برضو على انستجرام وانا هفيدك جدا. وبس ده كان نهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. استنوني ان شاء الله كل يوم جمعة بعد الصلاة بفيديو جديد كل اسبوع، وشكرا ليكم. سلام.